الأصناف التي يجوز غيبتهم في البيتين هذه اللي بعد شوي حقولها، وبعدين أفصلهم كل واحد لحاله. وليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. اللي وقع عليه الظلم وجاي يحكي للقاضي ويقول له إيش صار، وقد يحصل في هذا غيبة. هنا الغيبة جائزة. يعني اللي يعرف الشخص، يا أخي فلان ما تعرفه، يا أخي اللي قصير، يا أخي اللي مليان، هذه ما هي غيبة لأنه يسي يعرفه، ما هو إن هذاك مو عارفه. المحذر يعني مثلا اني اعرف مثلا واحد غشاش، مثلا رايح سوبر ماركت الفلاني غشاش، انتبهوا ترى منه، ترى يغش في البضاعه زي كذا. تدخل في المحذر اللي مثلا جاني عريس لاختي او لبنتي وجاي بسأل عليه، هنا واجب عليك انك تبين لانك انت تحذرني منه مثلا. ومظهر فسق يعني انسان مثلا مظهر الفسق ليل نهار، عيانا بيانا يشرب الخمر، وهذا يجوز غيبته. الخامس مستفتن، يعني انت لما تروح مثلا للمفتي تبغى تسأل عن شيء معين، قد يحصل نوع من الغيبة لشخص معين، هنا يجوز. والأخير من طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني أنت مثلا شفت منكر، يا فلان يا شيخ ترى شوف هذا على منكر، المنكر الفلاني، هنا يجوز الغيبة برضه. سوى هذه ما تجوز الغيبة. الغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وفيها عذاب يوم القيامة. نحذر من الغيبة. يا أخي أنا اغتبت واحد وخلصت، إيش أسوي؟ إيش الحل؟ قل لي إيش ألحق عشان لا يأخذها مني يوم القيامة. أول إذا تبي تتوب من الغيبة، إنك تستسمح من الشخص، تتصل عليه، فلان أنا اغتبتك سامحني أرجوك لا تأخذها مني يوم القيامة، خذها في الدنيا. الثاني إذا مثلا أول ما اتصل عليه يقول لي أنت تغتابني، كيف تغتابني، وإنسان أخاف منه، أخاف إنه يزعل، أخاف أي شيء، إيش الحل الثاني؟ بخير في المجالس اللي ذكرته فيها بشر، تمام، واستغفر له، قول يا الله يغفر لفلان، الله يغفر لفلان، كذا بإذن الله تسلم. أكون خفيف ظل عليكم في هذه المعلومة وأنكم استفدتوا منها، وأي استفسار